السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم فيديو جديد. طبعا مش هترمي قشر البطيخ تاني. من النهاردة هنعمل مع بعض الفروتة المسكرة بطريقة سهلة جدا، تنفع معاكي تخش في الكيكات والحلويات والتورت بطريقة حلوة جدا وسهلة، وهترمي معاكي كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهنقول مع بعض وازاي تحفظيها، ومتنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة. اللايك بيشجعني ان انا استمر في القناة. نبدأ الفيديو مع بعض ونتوكل على بركة الله. اول حاجه جبت قشر البطيخ بالشكل ده. طبعا هنشيل الطبقه الحمراء دي، احنا مش محتاجينها. هناخد الطبقه اللي تحت منها اللي هي ايه الخضره التخينه دي. طبعا القشره دي هنرميها. هتقشري الكميه كلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ولو كبيره عليكي قطعيها شرايح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، قطعيها شرايط طويله وقطعيها حتت صغيره. كل ما بتصغري الحته كل ما هتديكي نتيجه احسن. زي ما انتوا شايفين مسكتها بقطعها بالشكل ده. طبعا بكل سهوله بتتقطع اهو. واحدة تانية هنقطعها شرايط طويلة بالشكل ده، وبعد كده تمسكيها تقطعيها. كل ما تصغري الحتة هتديكي ايه بالظبط النتيجة زي بتاعت بره واحسن كمان. بعد ما خلصنا الكمية كلها حطيتها في الحلة على نص مية، وهولع عليها النار. طبعا هي اصلا ما بتاخدش سوا ديكو عشان كلها سوائل ميه، فما بتاخدش غلوتين تلاتة وتلاقيها استوت على طول. اول ما تديها تقلبتين وتلاقيها دخلت في الغليان بالشكل ده، اللون الاحمر اللي كان فيها بيطلع على الريم ده بالشكل ده، هتشيليه زي ما انتوا شايفين كده. هو تديها تقلبتين والريم ده طبعا هنشيله. اول ما تمسكي حته تدوسي عليها هتلاقيها طرت معاكي، بس ما تكونش مهريه، يعني فيها ايه لسه جمدان شويه. تروح جايه مطفيه ومصفياها زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. هتصفيها في المصفى، وبعد كده بعد ما تصفيها طبعا هترمي الميه اللي كنت بتسلق فيها وهتحطيها في الحله تاني اهي. وبعد كده هتروح جايه نازله عليها بايه، على كل كوبايه قشر البطيخ دول، كل كوبايه بطيخ هتحط عليها نص كوبايه سكر. يعني هتعاير القشر ده، وبعد كده ما استوى وهتنزلي عليها. طبعا دول عايرتهم طلعوا كوبايتين، هحط عليهم كوبايه واحده بس سكر، وهتحط عليهم ربع كوبايه ميه ونص ليمونه. لو انت عندك عسل جلوكوز حطي معلقه واحده بس عسل جلوكوز. طبعا انا هنا ما كانش عندي، هعمله كده عادي وهنشوف مع بعض. طبعا بعد ما سبت خالص كرمل القشر كرمل وشرب الشربات بتاعه، مفيش الا حاجه بسيطه. هروح جايه واخداه وقسماه في قلب اطباق. طبعا هنا عندنا الوان طعام، هنحط هنا هو اللون الاحمر، ولو عندك لون اخضر تمام. انا هنا طبعا هو كده لما بيستوى بيبقى لونه اورنج كده المصفر ده، وهسيبه على طبيعي زي ما هو. وهنا هحط له اللون الاحمر زي كده وهقلبه. بعد ما اقلبه خالص واظبط اللون بتاعه، اروح جايبه صينيه وحاطه فيها ورقه كراسه، ورقه رسم، اي ورقه عندك بس تكون بيضه. وهنحط نفرش عليها ايه الفروته بالشكل ده كده هو. طبعا هتسيبيها ليله كامله. وبعد كده طبعا للامانه انا غيرت الورق ده كذا مره، يعني دي ممكن ربع ورقه ولا حاجه اغيرها عشان خاطر السوائل اللي بتنزل منها بعد ما بتنشف. زي ما انتوا شايفين بفركها في ايدي، ما بتطلعش اللون ولا اي حاجه ازاي. واللون التاني الطبيعي بتاعها بالشكل ده. طبعا انت كل ما تكتري الكميه بتديكي كميه اكتر. زي ما انتوا شايفين كده بوريكم الورقه دي اخر ورقه حطيتها، ولسه برضو السوائل لما نشفت نزلت منها. طبعا هتحفظيه ازاي، هتعبيه في قلب براطيم ازاز او في اكياس، وهتشيليه في التلاجة. لما تيجي تطلعيه تحطيه عليه معلقه دقيق وتعمليه في قلب الكيكه عشان خاطر ما يقعش في ارضيه الصينيه، او زي ما انتوا شايفين كده. وتسيبيه للاولاد ياكلوه وبألف هنا من حاجه بترميها. قشر البطيخ طبعا نستفيد بيه، واعملي بيه الفروته المسكره حلوه جدا. طبعا لو لقيتيها بتلزق في ايديكي هنحط لها نص معلقه صغيره او معلقه صغيره نشا. هتقلبيها بالشكل ده هتلاقيها فرفرت معاكي وبقت بالشكل كده هو. وتحفظ من حاجه كنا بنرميها عملنا بيها تحليه سهله وسريعه، وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.